الريال. مودريتش يحاول بكرة، يا إلهي ضاعت من الأمير لوكا. فرصة لريال مدريد في وقت هدف، وبدري اللي سجل 7. لوكا مودريتش بينية لكن الدفاع يتدخل. القوة في أنفيلد على مستوى دوري أبطال أوروبا، ولذلك فإن يظهر لك دائما ريال مدريد قيمته وشخصيته في فينيمار وأراوخو في التغطية في اللحظة الأخيرة، وبعد ذلك تحولت الكرة إلى ركنية لمصلحة ريال مدريد. أو أثناء الكرة تصل إلى رافينيا، البارسا في الهجوم، تمريرة لكنها بدون تركيز، قرأها رافينيا يحاول يمر لكن ناتشو فرنانديز في التغطية، وبعد ذلك أمامية بعيدة عن الكل وسهلة إلى عرب الكلاسيكو وهو بوسكيتس بعد تدخل حطها البنزيما الكنترول، يا إلهي أجمل هدف لا يحتسب في التاريخ الكلاب. وفرصة طويلة كرة لكن في البارسا في الهجوم بكرة في أقصى جهة اليسار، بنزيما يحاول يمر قريب تسديدا ولكن أراوخو بروعة كبيرة. فروس للريال، كرة عرضية روديجر انتظار لكن الإبعاد من جانب بوسكيتس. ناتشو يحاول يمر أمام ورافينيا في التغطية والإبعاد. تحولت بعد ذلك الكرة إلى ركنية لمصلحة ريال مدريد، تقريبا لم يتغير شيء. حاول يمر على جهة اليسار بكرة ليو، كرة عرضية خطيرة لكن محاولة مدريدية. مودريتش القائم الأول تحذير بالراس لكن الإبعاد إلى ركنية أخرى لمصلحة الريال، ومنع ريال مدريد من أراوخو. فينيسيوس بعد العودة إلى بوسكيتس، طويلة باتجاه ديونج، تغطية من جانب روديجر. قد 6 انتصارات مقابل 7 هزائم و3 تعادلات. تغطية وتدخل وخطأ يحتسب الحكم لما يعرف ب اسمحوا لي القول تشافي الطفل المعجزة، كما كان الآن بعض بكرة طويلة أمامية خطيرة، فرصة على فينيسيوس جونيور. فالفيردي بكرة عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل بروعة أيضا من جانب وفرصة وكرة تسلل على برشلونة، تسلل ويا فرانكي زين، هدف يلغيه الحكم بداعي التسلل. إذن في لقطة كانت خطيرة للبارسا، نشوفها في الإعادة، المخرج كان معنا في لقطة فينيسيوس، شوفها مرة أخرى الكرة اللي كانت لمصلحة كيسي بعد كأس السوبر، اللمسة بدون تأخير منطقة الجزاء. كريم بكرة عرضية يلعب بالنار، كان بوسكيتس حلوة لمصلحة كامافينجا ولكن خطأ احتسب حكم المباراة. ولن يهدأ ولن يرتاح جماهير برنابيو إلا بعد إخراج توني بكرة عرضية خطيرة لكن في هذه اللقطة نعم ضد لوكا. اليوم البارسا بدون بيت أن يكون الضغط هائلا على ريال، وبعد ذلك إلى منيب إلى مصلحة فالفيردي وتغطية تعود بعد ذلك بوسكيتس، حلوة عن المدريد لا ينتظر مودريتش تسديدة لكنها بعيدة، وفي الأخير إلى ضربة مرمى. عتب كبير من جانب تير شتيجن على لوكا مودريتش لأنه واصل الهجمة على الرغم من سقوط أحد اللاعبين. لا يزال هنالك العديد من المباريات. جافي في هذه الرصة على اليسار، قريب بكرة على عمر، طويل الكرة باتجاه كريم، خطيرة لكريم، بنزيما بالكعب غير اتجاه اللاعب، حلوة وكرة يا إلهي يا لها من تمريرة يا توني الاحتكاك اللي تسير ناتشو بكرة عرضية خطيرة داخل منطقة الكرة لمصلحة برشلونة، عرضية خطيرة ولكن التغطية، وبعد ذلك يسار جافي رافينيا انتظار جافي، جل البارسا هدفا يحافظ عليه، وحاول ريال مدريد بدون نجاح في 45 أو 46 إلى 47 دقيقة في شوط أول من أحداث فالفيردي، خطيرة والتقدم لبرشلونة بهدف الفوز في هذه الأمسية. ما يريد مودريتش، الكرة لفينيسيوس، أراوخو يواصل الكرة خطيرة والتسديدة يا إلهي مش ممكن يا أراوخو، لقطة ولا وفينيسيوس طارت عليه، وبعد ذلك هي إلى ضربة مرمى وليست إلى ركنية. حاول يمر أمام أراوخو، فيني ورا حافظ على كرته، داني كارفاخال كيناتي الريال تورش هذه اللقطة فقط، كرة عرضية خطيرة سيوس ضغط عليه، ساعدها بعد ذلك كامافينجا
تدخل بالدي بالخطا، لمسه للهجوم المدريدي، كره عرضيه خطيره ياتي اليمين، ميليتاو بكره والمحاولات والضغط، سيوس يبحث عن كره عرضيه خطيره، وتر شتيجن يتالق في منتهى الروعه، في منتهى الخطوره، في منتهى الجمال. كامافينجا النيه باتجاه لوكا مودريتش، تسديده لكنها اصطدمت الى ركنيه لمصلحه مدريد. الضغط يستمر، الهجوم يبقى. العالم قد تشكل ضغطا على لوحده مر كروس بكرة عرضية، فيني واراوخو، كارفاخال بعرضية خطيرة، والفرص الكرة العرضية أخرى، يحافظ على كرته صعبة، وارسل البحث عن كرة عرضية داخل منطقة اليسار، فيني أمام اراوخو، هجومي آخر، كرة عرضية داخل منطقة، حلوة التمريرة خطيرة لرافينيا، ولا عرضية داخل منطقة لمصلحة برشلونة، بكرة حلوة وكرة يا إلهي مستحيلة يا باتين، مش ممكن اللقطة الأخيرة. أي فرصة كامافينجا، مودريتش دخل القائم الثاني، فرصة وكرة لكن الدفاع، الكرة مع تعادل في الدقائق القادمة. رودريجو